سلسلة من الجرائم الوحشية في أواخر الستينيات، والقاتل كان بيتحدى الشرطة وبيتفاخر بجرائمه، وكان بيبعت للشرطة رسائل مشفرة. أهلا بكم، أنا غادة سعد الدين. عايزين في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ما ننساش ندعي لإخواتنا ربنا يا رب يفك كربهم، وتحطوا اللايك الحلو بتاعكم. ويلا نبدأ في الفيديو النهاردة. القاتل الشهير زودياك، وزودياك ده اسم مستعار لأنهم لحد دلوقتي معرفوش هويته الحقيقية. بدأت جرائم زودياك في أواخر الستينيات لحد أوائل السبعينيات في شمال كاليفورنيا. وفي 20 ديسمبر عام 1968 حصلت أول جريمة معروفة، والضحايا كانوا بيتي لوجينسين وديفيد آرثر، والاتنين كانوا قاعدين في العربية بتاعتهم وأطلق عليهم النار، وحاولت بيتي تهرب من العربية ولكن أطلق عليها 5 رصاصات من الظهر، أما ديفيد فأطلق عليه رصاصة واحدة في راسه. وفي 4 يوليو عام 1969 حصلت جريمة دارلين فيرن ومايكل ماجو، وبنفس الطريقة وهم قاعدين في العربية بتاعتهم أطلق عليهم عدة رصاصات، وبرغم ده كله فمايكل نجا، إنما دارلين توفت في المستشفى بعد كده. وفي 27 سبتمبر عام 1969 حصل جريمة براين هارتنل وسيسيليا شيبرد في شاطئ بحيرة بريسا في كاليفورنيا. ربطهم بالحبال وطعنهم عدة طعنات بالسكين، ونجا براين، إنما سيسيليا ماتت بعدها بيومين. وكل الجرائم دي كانت طبعا بتخطيط مسبق عشان يبقى هو المستحوذ على المشهد، وكان في بعض الجرائم كان هو اللي بيتصل بالشرطة ويبلغ عن الجريمة وبيتبجح كده في الشرطة. كان بيرسل رسائل مشفرة لصحف فيها تهديدات ومعلومات مشفرة وأدلة بتثبت مسؤوليته عن الجرائم. يعني مثلا الرسالة الأولى اللي أرسلها 0408 في أغسطس 1969، وطبعا كانت بتحتوي الرسالة على 408 حرف. لما فكوا شفرة الرسالة لقوه بيقول لهم: أحب قتل الناس لأنه أمر ممتع للغاية، إنه أكثر متعة من قتل الحيوانات البرية في الغابة، لأن الإنسان هو أخطر حيوان على الإطلاق. الرسالة الثانية 0340 في نوفمبر عام 1969، وكانت بتحتوي طبعا على 340 حرف. والرسالة دي فضلت تقريبا 50 سنة محدش عارف يحلها. وفي ديسمبر 2020 مجموعة من فريق المحققين الهواة فكوا شفرة الرسالة دي، وكان مضمونها: آمل أن تستمتعوا كثيرا بمحاولتكم الإمساك بي. لم أكن أنا الشخص الذي ظهر في البرامج التلفزيونية مما يثير نقطة حولي. أنا لست خائفا من غرفة الغاز لأنها سترسلني إلى الجنة أسرع، لأنني الآن لدي عبيدا يعملون لي. الرسالة الثالثة 013، ولحد دلوقتي معرفوش يحلوا لغزها، وكان بيزعم إن الرسالة دي فيها اسمه الحقيقي، فطبعا معرفوش اسمه الحقيقي لحد دلوقتي. الرسالة الرابعة 032، وده كان بيشير لموقع قنبلة مروعة، وبرضه معرفوش يحلوا اللغز ده. الرسالة الأخيرة 013، ودي كانت بتحتوي على رسائل تهديد وتفاخر بالجرائم اللي عملها وتحديات للشرطة، وطبعا في رسائله كان بيذكر اسمه المستعار اللي هو زودياك. وفريق المحققين الهواة اللي هم في 2020 كانوا مرشحين كده واحد كانوا بيدعوا ان هو ده زودياك بناء على أدلة ظهرت جديدة وشهادة شهود، ولكن الاكتشاف ده ما اعتمدش بشكل رسمي في السلطات. وفضلت قضية زودياك من أكتر الجرائم غموض وإثارة في تاريخ الجرائم الأمريكية، ولحد دلوقتي بتثير اهتمام الباحثين والمحققين.
ودي كانت الجريمة بتاعت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم بقى دوسوا اللايك للفيديو وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو في جريمة عايزين اتكلم عنها قولوا لي برضو في التعليقات. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.